شهدت شوارع مدينة روساريو الأرجنتينية حادثة غريبة حين قام مسلحون باقتحام متجر يتبع لأفراد من عائلة ليونيل ميسي قبل أن يتركوا رسالة تهديد للنجم الأرجنتيني. وقام المسلحون بإطلاق الأعيرة النارية عدة مرات على واجهة المتجر من دون أي إصابات، ثم تركوا رسالة كتب عليها: ميسي نحن في انتظارك، حسب ما أفادت الشرطة المحلية التي قامت بتطويق المكان بالكامل لعدة ساعات لمحاولة تتبع أثر المسلحين. وأوضحت الشرطة أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات، وتعتبر مدينة روساريو مسقط رأس ميسي من أخطر مدن الأرجنتين وأقلها أمانا، وتبعد نحو 300 كيلومتر عن العاصمة بوينوس آيرس. هذا وقال جابرييل هاينتس مدرب نيويلز أولد بويز أن أي عودة محتملة لليونيل ميسي إلى فريق طفولته أصبحت مهددة الآن، واصفا ما حدث بالجنون. لم أكن أعلم بالحادثة. هذا لا يؤثر فقط على ليونيل ميسي بل على أي شخص هنا. بالتأكيد هذا الحادث سيبعد ميسي من العودة إلى الفريق، كما أنه سيؤثر على قرار أي لاعب آخر. ضربت المثل بميسي لأنه الأفضل، لكن ما حدث سيؤثر على كل شخص يفكر في العودة إلى هنا. هذا جنون. نحن نتحدث عن لاعبنا. ما حدث يجعلني أفكر في الكثير من الأمور، وما حدث تصرف غير مسؤول، لكنها الحقيقة. شخصيا لم أفكر في النواحي الأمنية عندما تعاقدت مع نيويلز، لأن بعض الأمور الأخرى قادتني للموافقة. ربما لم يكن القرار صحيح، لكن بعض التفاصيل الأخرى كانت أقوى مني ولا أريد أن أذكرها. وللحديث أكثر عن هذه الحادثة ينضم إلينا زميلنا إبراهيم خضر من العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس. إبراهيم، أهلا بك معنا في الثالثة الرياضية. بداية ضعنا لو سمحت في حيثيات هذا الخبر، وأطلعنا على تفاصيل أكثر عما حدث، إن كان من حيث المنفذين أو حتى من حيث أي بيانات رسمية بشأن هذه الحادثة. نعم ستيفاني، بالفعل هذه الحادثة حدثت قبل حوالي 24 ساعة في مدينة روساريو، حيث أن مجموعة من المسلحين أطلقوا 14 رصاصة على متجر يتبع لعائلة زوجة ميسي أنتونيلا، وهم ملاك لسلسلة من المتاجر التجارية في مدينة روساريو. ومن ثم تركوا الرسالة وتقول الرسالة أننا نحن من يستطيع حمايتك في هذه المدينة وليس أي شخص آخر. وهنا كانوا ربما يريدون أن يبعثوا بالرسالة حاكم مدينة روساريو، لأن هناك مشاكل سياسية بين الطرفين. هي الرسالة ربما تكون سياسية واجتماعية أكثر منها لليونيل ميسي تحديدا أو لعائلة ليونيل ميسي، لكن بالتأكيد عندما يدخل اسم ميسي على أي مشكلة أو أي قضية اجتماعية أو وطنية تصبح قضية عامة، ولهذا تجذب الكثير من الاهتمام. هذا لا يعني أن مدينة روساريو هي مدينة فيها العديد من الخطورة، وكما قال هاينسي هذه الفرصة وربما هذه الحادثة تبعد ميسي، تبعد دي ماريا، تبعد ربما لو تشيلسي في قادم الأيام عن التفكير بالعودة لمدينتهم. نعم إبراهيم، صحيح. يعني كنت أقرأ في الصحف الأرجنتينية اليوم يقال أن نائب رئيس الشرطة الإقليمية قال أن هذه الرسالة لم تكن تهديدا بل إنها جذب انتباه. هل كل ذلك برأيك هو مجرد جذب انتباه؟ هو جذب انتباه، وهو التراشق بين وهذه المعارك مافيا المخدرات وسلطات الأمن. مدينة روساريو هي أخطر مدينة اليوم في الأرجنتين من حيث المخدرات ومن حيث المشاكل الاجتماعية، ولهذا تكون هذه المعارك في الشوارع عادة ما لها قيمة أكثر أو ما لها اهتمام أكثر. وإن وضعنا اسم ميسي في المعادلة بالتأكيد يصبح لها أكثر. فيقول هنا جماعة المخدرات إن استطعنا الوصول وإطلاق النار على عائلة ميسي وذويه، فبالتالي يمكن الوصول لأي شخص آخر في هذه المدينة، وهو تهديد لإمكانية حكم المدينة من قبل
حاكم المدينة أو عمدة المدينة. فبالتالي هي مشكلة أكثر منها اجتماعية وسياسية، وأقلها بالنسبة لميسي وعائلته ربما مباشرة أو على المدى البعيد، لأن الهدف من هذا الاعتداء كان إيصال رسالة واضحة أن من يحكم المدينة هم تجار المخدرات والمافيات وليس حاكم المدينة المنتخب. نعم، إبراهيم خضر كنت معنا من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، شكرا جزيلا لك.